ليه التمثال ده مهم؟ وإيه علاقته بسياسة مصر الحالية؟ في الأول عشان نفهم التمثال ده عبارة عن الملك اللي هو رمسيس الثاني بياخد البركة من الإله ست والإله حورس، واللي منكم ما يعرفش الإله ست ده إله الشر عند المصريين القدماء، والإله حورس ده يعتبر إله الخير. الإله ست والإله حورس كان في معركة طويلة بينهم امتدت ل 80 سنة حسب الميثولوجيا المصرية. المفروض إن ست اتعارك مع حورس لمدة 80 سنة، والمعارك بتاعتهم تدار الصراحة وبحكي لكم عنها في فيديوهات بعد كده. حسب الميثولوجيا المصرية ست هو الغلطان وهو الإله الشر، ولكن أنا من رأيي إن ست هو المظلوم صراحة. ده هفسره لكم بعدين. المهم هو اغتصب العرش بتاع حورس وقعد عليه، فقعدوا يتعاركوا لحد ما الآلهة حكمت إن العرش ده من حق الإله حورس، فحورس بيجي هو الملك. ومن بعده أبناء حورس، ومن بعدهم الملوك المصريين الفراعنة بيجوا هم الورثة الشرعيين لحورس. وعشان كده أي ملك مصري كان المفروض إن هو بياخد التاج من حورس وتحت حماية ورعاية حورس، لأنه ده هو الملك الفعلي وإله الخير. إنما يجي رمسيس الثاني ويمثل ست جنب حورس، فاللي هو لا يجد عن أنا مش هاخد البركة والملك من إله الخير بس، لا ده حتى إله الشر مديني البركة بتاعته، وأنا حلقة الوصل بين الخير والشر، وأنا رمانة الميزان. يعني أنا لو حكم اختل العالم كله يختل. ودي حركة سياسية ملعوبة صراحة يعني، وذكية جوي بنشوفها كتير في السياسة بتاعت اليومين دول، اللي هو فكرة أنا ومن بعد الطوفان. الفزاعة اللي بيصدرها الحكام المصريين في العصر الحديث، اللي هو لو ما انصعتوش لأمري البلد هتخرب وهتروح في داهية. فأول حد اخترع الموضوع ده كان رمسيس الثاني، مثله بالتمثال الشهير ده. عشان كده كل مرة تشوفها التمثال ده افتكر أجدادنا هم اللي دهنوا الهوا دوب. تقولوا بالعافية. سلام.